اليوم اللي القاهرة أكلت فيه ولادها حرفيا. احنا مش بنحكي لك فيلم رعب، احنا بنحكي عن أبشع 7 سنين مروا على تاريخ مصر. السنين اللي خلت الوزير يربط حمارته ويرجع ما يلاقيهاش لأن الجيران أكلوها. أهلا بيكم في عصر الشدة المستنصرية. مصر في عهد الخليفة المستنصر بالله كانت في قمة غناها، لدرجة إن الخليفة كان عنده مخازن لبس ومجوهرات تكفي شعوب. ولكن فجأة الطبيعة قررت إنها تعلن الحرب. النيل منسوبه قل، والزراعة ماتت سنة واتنين وتلاتة، لحد ما وصلنا ل7 سنين عجاف. الأرض شققت والزرع كمان دبل، والفلوس ما بقاش ليها أي قيمة. هل تقدر تستوعب إن بيضة الفرخة الواحدة وصل تمنها ل10 دنانير دهب؟ الجوع ما بيرحمش. الناس بدأت تاكل القطط والكلاب، لدرجة إن القطة الواحدة بقى تمنها 3 دنانير، والكلاب كمان انقرضت من الشوارع. والموضوع موقفش لحد هنا، الرعب الحقيقي بدأ لما الناس ما بقتش لاقية حتى الكلاب عشان تاكلها. ظهرت هنا جماعة اسمها جماعة الخطاطيف. كان في ناس بتقعد فوق بيوتها في الشوارع الضيقة، ومعاهم خطاطيف حديد اللي هو الخطاف يعني، بيخطفوا أي حد ماشي في الشارع عشان ياكلوه. الشوارع بقت فاضية والبيوت بقت مقابر، لدرجة إن في أحياء كاملة في القاهرة اتمسحت من الخريطة لأن سكانها ماتوا من الجوع. الخليفة المستنصر نفسه اللي كان بيملك كنوز الأرض بقى قاعد في قصره لوحده، ما بيسألش فيه غير بنته، وبقى بيبيع رخام قبور أجداده عشان بس يشتري رغيف عيش. الوضع ما تصلحش غير لما استنجد ببدر الجمالي أو الجمالي، اللي هو ولي عك، اللي جه بجيشه وقدر يرجع النظام بالقوة. والنيل كمان رجع يفيض من تاني سنة 465 هجرية، ودي طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى. الشدة المستنصرية مش مجرد مجاعة، دي كانت درس قاسي جدا عن إن إزاي النيل هو شريان الحياة الوحيد للمكان ده. سؤالي بقى ليكم، تفتكروا لو الكارثة دي اتكررت النهاردة العالم ممكن يستحمل؟ أو لو كنت انت عايش في الوقت ده، ايه أكتر حاجة كانت هتخوفك؟ مستنية رأيكم في الكومنتات.